السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من حكاوي من أمريكا، وحلقة مختلفة النهاردة الحقيقة. أنا ترددت إن أنا أعمل الحلقة ديت، يعني أنا كنت بفكر فيها من مدة وترددت إن أنا أعملها، لأن أنا الحقيقة ما بحبش أشارك الأمور الشخصية أصدعكم بيها، لأن مش علشان حاجة، ولكن الأمور الشخصية بتختلف من إنسان للتاني. يعني مش معنى إن واحد اتسرق الكل بيتسرق، مش معنى إن واحد حصل له موقف حلو أو سيء في مكان معين يحصل للجميع الموقف دوت. يعني فما تقدرش تعممها، ما تقدرش تستفيد منها قوي، ان هي مواقف يعني. ولكن احنا بنتكلم في الخلاصة وفي العبر والدروس المستفادة. المهم، آه، بالصدفة انا كنت بقلب في الانترنت، وبعدين لقيت حد من المشهورين اللي هو اللي بيساعد الناس في اللوتري، وبيملى لهم الابليكيشن والقصة دي كلها، وبيقول لهم من حقك تحبط لما توقف اللوتري مؤقت. يعني ايوه احبط، ازعل، معرفش ايه، يعني واخد بالك، واتضايق. فانا استغربت جدا، يعني هل دوت هوك؟ يعني هو بيشد الناس على الحلقة يعني ولا ايه؟ لقيته لا، ده هو طول الحلقة بيتكلم كده فعلا، وان ديت مصيبة وكارثة وحلت على الجميع. يعني ممكن تكون حلت عليه هو، لانه يمكن بيستفيد من القصة ديت، ولكن دايما الإنسان المسلم والمؤمن متوكل على ربه، وعارف إن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. خلاص. طيب صلوا على رسول الله، ودايما يا جماعة واحنا موجودين سبحوا 10 مرات: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. يعني اذكروا الله يذكركم. يعني النهاردة أنا هحكي لكم على كذا موقف بالنسبة للباسبور الأمريكي والجنسية الأمريكية. طيب ماشي، بعد لما تيجي وكده هل هتنفعك ولا مش هتنفعك؟ يعني محدش عارف. يعني نفعت ناس كتير وما نفعتش ناس كتير. اللي ربنا كاتبه لك برضه هتاخده. يعني ما انتش، انت لن تعجز الله. يعني انت مثلا لو كنت قاعد في وضع بئيس في بلدك حاليا، تمام، ما فاكر انت يعني لما تهرب من قدر الله مثلا في بلدك هتروح امريكا هتبقى وضعك افضل؟ ممكن. لو ربنا كاتب لك كده هيوديك امريكا وهييسر لك الامر ده. ولو انت مش مؤمن بالله وشايف لا وكده، وانا لو رحت ولو تفتح عمل الشيطان ربنا يوديك برضه، بس هيوريك ان قدره نافذ. المهم، مش هنطول عليكم، خليني احكي لكم كذا موقف حصل لي وانا معايا الباسبور الامريكي. وانا مش هقدر احكي لكم، هو كذا موقف الحقيقة، كذا موقف محترمين علموا في حياتي، وكانوا وقفات، لان كل موقف والتاني كان فيه بداية مرحلة، نهاية مرحلة، وبداية مرحلة. فعلا يعني بما تحمله الكلمة من معنى. المهم، يعني اول حاجة، انا لما انا خدت الباسبور الامريكي من مدة طويلة جدا، ويعني كان حد سألني على القناة برضو، ما كنتش حابب يعني، ولكن قال لي انت خدت الباسبور ازاي؟ انا ما خدتوش باللوتري ولا حاجة. انا اهلي ووالدي كان عايش في امريكا من الستينيات والسبعينيات، وخدتها بالابوة يعني. فعلى هذا الاساس انا جيت بدري شوية من مرحلة من عمري، وكان هدفي ان انا ادرس واعمل ماجستير وكده، واخد الباسبور وانزل مصر واتجوز واكمل. يعني انا مش من هواة الغربة قوي، او اللي انا بعد عن بلدي يعني بشكل كبير. حصل المراد، وربنا ييسر لي امري، واللي انا كنت مخطط له وحصل، ونزلت. وكانت اول صدمة. اول صدمة بقى جاي وشاب صغير كنت ساعتها، ويعني الحمد لله معايا كل المقومات اللي يحلم بيها اي شاب في سني ساعتها بشكل كبير. انا نفسي دلوقتي ما وصلتش للبيك اللي كنت واصل له ساعتها، نهايته. ركنت العربية تحت باب البيت، وفي منطقة محترمة راقية يعني عندنا في مصر، وتتسرق السيارة. ما اتسرقتش كلها، لكن حد كان بيسرق منها حاجات يعني. وطبعا رحت للسلطات المختصة والشرطة، وقالوا لي، وعملت محضر، والمحضر قالوا لي تعملوا يعني بالهوية المصرية. قلت لهم لا، الباسبور الامريكي. قالوا لي براحتك، هو مش هيفرق يعني. فانا افتكرت ان هو هيبقى ليه بريفيليج، او هيبقى ليه مميزات، او يعني هيجيبوا الحرامي وهيبقى في تحرك.
انا ما بقولش كده والله علشان اعيب في حد او علشان اقول ان هم، لا، هو الحقيقه الشرطه المصريه وفي مصر في بلدي ما بتفرقش معاهم باسبور من امريكي، من باسبور فرنسي، من انجليزي، ولا القصه دي كلها ما بتفرقش معاهم نهائيا يعني. هم لو عايزين يساعدوك هيساعدوك، ولو مش عايزين يساعدوك مش هيساعدوك. غير لو انت حاجه تانية في الدوله يعني. لكن الموضوع ده يعني اكتشفت later on اللي انا بقوله لكم ده ان هو يعني ما ساعدنيش. مهم، موقف تاني كمان اكبر من دوت يعني. بعديها باسبوع اتسرقت العربيه تاني برضو. بعديها باسبوع اتسرقت العربيه تالت، 3 مرات تتسرق العربيه. يعني فبطلت بقى ساعتها اللي انا اعمل محاضر او كده، وخدت احتياطاتي يعني. السبب التاني بقى والحادث التاني اللي حصل لي ودوت بقى اللي قوى عندي القصة بتاعت ان الباسبور الامريكي مش هيفيدني في مصر. انا دلوقتي بتكلم على مصر، احنا هنقول لكم على كذا موقف منهم مصر ودول تانية عربية. خلاص. انتوا عارفين يعني انا لفيت في اكتر من دولة يعني فالحمد لله. المهم، بعد الثورة، في اثناء الثورة الحقيقة شهر 6 سنة 2011، اوكي، البيت بتاعي كله اتسرق. حد دخل البيت وسرق البيت على بكرة أبيه وكل الحاجات المهمة يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كانت صدمة كبيرة جدا، وفعلا توجهت بقى للسلطات المختصة وعملت. طبعا كان في سيولة شرطية ساعتها يعني كان كويس جدا ان الشرطة المصرية واقفة على رجليها، او في اقسام شرطة بتساعدك وتفتح لك الابواب بعد أزمة الثقة اللي حصلت ما بين الشعب والشرطة ساعتها. ولكن لجأنا للشرطة، والحقيقة الناس ما قصروش يعني، وسمعوا وعملنا المحضر وابتدوا يعملوا تحريات وكده. ولكن نرجع مرجوعنا. ديت بقى كانت الموقف أكبر وأشد صدمة. هل بقى الباسبور الأمريكي ساعدني في مصر؟ هي مش هنقول كده الباسبور الأمريكي، ولكن هنقول هل الجنسية الأمريكية ساعدتني؟ ده مش باسبور بقى ساعتها، دي مصيبة خلاص. يعني انت لما يعني يحصل لك موقف زي دوت، وموقف شديد جدا، وكان ممكن كمان لان هو بعد تحريات الشرطة قالوا لي ان دوت كان حد تقريبا يعني يعرف المنزل او كان متردد عليه او اي حاجة، وكان ناوي النية ديت، وكان ممكن تكون النية توصل لحاجات اشد من كده غدرا واقصى ايلاما. والحمد لله ان هي جت على قد كده، وقدر الله ما شاء فعل طبعا يعني. فطبعا تواصلت مع السفارة الامريكية. لا حياة لمن تنادي. خلاص، في رقم كده وفي راجل ملحق عسكري او حاجة. ما حصلش حاجة ساعتها، وما حدش اجابني باي شيء. قالوا لي توجه للسلطات، ما نقدرش نعمل لك اي حاجة، وخلاص على كده. قالوا لي توجه للسلطات وخلاص ما نقدرش نعمل لك حاجة. معلش التليفون اتقطع، جالي تليفون. طيب اعمل ايه؟ قمت طبعا بعت ايميلات للكونجرس، وايميلات بقى يعني شوفوا ما خليتش حد ما بعتلوش ايميل علشان يكون في يعني حد يقدر يساعد باي شكل من الاشكال، او نقدر نوصل لاي نتيجة. ما حصلتش اي نتيجة، والباسبور ما فادنيش باي شكل كان يا جماعة. خلاص، ده كده في مصر. ومن الموقفين دول انا خلاص بقى عندي يقين ثابت لا يعني راسخ لا يتزعزع ان الباسبور الامريكي واي باسبور تاني، مش بس الباسبور الامريكي، الحقيقة مش هيفيدك يعني. ليه؟ ممكن الباسبورات التانية ممكن يعني الحقيقة، لا يعني في الباسبورات الخليجية مفيدة جدا، اللي هي الامارات والكويت والسعودية وقطر. السفارات بتاعتهم بتقف في ظهرهم بشكل غير طبيعي. يعني لو اي حد من الرعاية حصل له مشكلة في مصر حتى لو كان غلطان، السفارة بتيجي وبتبعت المندوب بتاعها، ولو هو عامل مصيبة، سكران، عمل حادثة، يجي ويدفعوا له الفلوس ويصفروه وكل حاجة لدرجة يعني ان في حاجات تانية حصلت اكتر من كده، ان السفارة ساعدت رعاياها بشكل تعدى كل ال يعني اقول عليها ايه، كل الحدود اللي ممكن السفارات التانية تساعد بيها رعاياها. فطبعا لا، ديت سفارات محترمة بتقف ورا رعاياها يعني كويس.
السفارة الأمريكية لا، مش زيهم، ولا إيه، مش هقول لكم 40% أو 30%، يمكن ولا 10%. 10% النسبة المحترمة اللي ممكن أقولها على الموضوع دوت يعني. ليا واحد صديقي لسه واخد الجنسية الأمريكية، وكان جايب اللوتري هنا في أمريكا، وبعدين بيقول لي أنا مستني بقى لما أنزل مصر لو حاجة وبتاع معايا الباسبور الأمريكي. قلت له حبيبي ربنا ييسر لك أمرك، اوعى تحط نفسك في مشكلة، لأن فعلا الباسبور مش هيفيدك بأي شيء. خلاص. ف دوت الباسبور الأمريكي جوه مصر بالنسبة لي أنا ما عمليش إفادة في أي حاجة يا جماعة. وأنصح كل إخواني من كل الجنسيات العربية، يعني من كل الجنسيات العربية، يعني حتى الكويتي في الكويت والقطري في قطر، اللي هم اوريدي السفارات بتاعتهم بتدعمهم بره بلادهم. لو حد، هم طبعا ما بيحتاجوش الحقيقة، لأن بيبقى عندهم يعني الحق يتقال، يعني بغض النظر عن أي شيء عندهم شفافية في التعاملات هناك. بالنسبة للمواطنين بيعاملوهم سواسية إلى حد كبير يعني، فما أعتقدش إن هم بيحتاجوا القصة دي أبدا ولا بيظهروها يعني. ولكن بالنسبة لشرق أفريقيا وبالنسبة للبلاد التانية اللي في آسيا العربية طبعا، فأنا بقول لهم يا جماعة ما تلعبوش اللعبة ديت وما تفكروش فيها نهائيا، خلاص، لأن هي مش هتفيدكم. أمريكا في الآخر اللي أنا عايز أقوله يا جماعة، أمريكا فتنة، وأنا هبتدي أعمل الفيديوهات ديت لأن هي السبب الرئيسي الحقيقة في القناة. ولو تشوفوا أول فيديو عملته ليا، أمريكا خدعوك فقالوا. يا جماعة ما تخلوش الشيطان يضحك عليكم بأي سبب أو بأي حجة كانت يعني. أمريكا ولا هي الملاذ النهائي، ولا هي الأمان في هذه الدنيا، ولا هي اللي هتحميك أبدا أبدا أبدا. علاقتك بالله عز وجل، الله الواحد الأحد، اذكروه يذكركم، احفظوه يحفظكم، يعني اعبدوه تجدوه بجواركم. والله لو أراد الله لك شيئا، والله لو اجتمع أهل الأرض والسماء والشياطين وكل ما خلق الله لن يردوا هذا الأمر. ولو أراد الله لك شيئا لأخذته وأنت في بيتك وفي مكانك، ولا أحد أبدا على هذه الأرض يقدر يمنع أمر كتبه الله لك. خلوا ديت دايما في نفوسكم، احفظوها. خلاص، احنا بنقعد نضحك ونتكلم على القناة ونشوف الأسعار ونشوف الحاجات وكده، ولكن هي دي الحقيقة الباقية. كان معكم محمد، أنا آسف الحلقة يمكن فيها دراما شوية المرة دي، ولكن من القلب. وهحكي لكم على موقفين تاني أنقح الحقيقة في دول عربية، يعني بقى أشد من دي كمان، وهقول لكم الباسبور الأمريكي ساعدني، أو الجنسية أو السفارة الأمريكية ساعدتني إزاي فيها. كان معكم محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة وصلوا على رسول الله، والحلقة اللي جاية هتعجبكم إن شاء الله، نعملها بكرة تقريبا في نفس الميعاد أو قبل كده بشوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.